بسم الله. طلبة الثانوية العامة اللي كان طموحها إنها تدخل كليات طبية وللأسف مجموعهم أو التنسيق يعني متوقع إن هم ما يدخلوش الكليات الطبية اللي هم كانوا بيتمنوها، وبدأوا يدوروا على بدايل. فبما إنك بتتفرج على الفيديو ده فأنت غالبا من البدايل اللي كانت مطروحة قدامك دراسة في روسيا. بأمانة قبل ما أتكلم الفيديو ده، أنا فعلا كان نفسي إنه كان وأنا داخل روسيا أو أنا داخل جامعة روسية كان نفسي إنه أشوف فيديو زي ده، لأنه أنا يعني إلى حد ما هوضح لك الدنيا في الفيديو وفي البلاي ليست اللي أنت هتشوفها بعد الفيديو. هتلاقي اللينك في الديسكريبشن، لكن خلص الفيديو وبعد كده ابدأ شوف البلاي ليست. كان نفسي حد يتكلم عن الجامعات ويعرفنا ايه الجامعة الكويسة اللي نقدر نقدم فيها وايه الجامعة الوحشة اللي لازم نبعد عنها، ومستوى الجامعة دي عامل ازاي، وليه الجامعة دي قوية وليه الجامعة دي ضعيفة. وانا بقدم للجامعات الروسية، انا كنت راجع من تركيا اصلا، من جامعة اسطنبول. كنت في جامعة اسطنبول شهر وراجع عشان موضوع اللغة، والجامعة مستواها قوي جدا. فبالتالي كنت بدور على جامعة مستواها قوي، فكنت كل ما اكلم حد على جامعة او كل ما اسأل حد على جامعة يقول لي دي اقوى حاجة في روسيا. تنبوف دي اقوى حاجة في روسيا. يعني كنت في راكوس سألت على تنبوف، قالوا لي دي اقوى من اقوى الجامعات في روسيا. سألت برضو طلبة كيروف، نفس النظام، اقوى جامعة في روسيا. فيليكي اقوى جامعة في روسيا. اوليانوفسك نفس النظام، اللي هو الدنيا عايمة وكله بيعوم لك الدنيا. طب دي ليه يا جماعة اقوى جامعة؟ يقول لك هو كده، ما بيديكش سبب مقنع. طب الجامعة دي ليه ضعيفة وليه ما أصلا ما حدش بيقول لي جامعة ضعيفة؟ هو أي جامعة هتقول له عليها يقول لك أقوى جامعة. أي جامعة هتسأل عليها أي حد هيقول لك أقوى جامعة، ده إذا هو ما عرضهاش عليك وقال لك دي أقوى جامعة موجودة. تمام. وقتها كانت الدنيا عايمة قوي، وكان الناس اللي احنا بنسألهم بعد ما انا دخلت روسيا وبعد ما بدأت امشي في الدراسة واعرف البلد والكلام ده، اكتشفنا ان الناس دي اصلا مش اهل ثقة، والناس دي للأسف لسه موجودة ولسه شغالة ولسه الطلبة بتدخل تسألها، لانه معظمهم برضو ليهم صفحات وليهم جروبات وبيتكلموا وشغالين الميديا شوية، وللأسف هم مش اهل ثقة اصلا. وانا بقولها وانا عارف انا بقول ايه، وهم عارفين نفسهم واكيد عارفيني وعارفين انه في يوم من الايام انا كنت اتواصلت معاهم عشان ادرس، لكن حرفيا والله مش اهل ثقة لاسباب كتيرة. اولها هو اصلا مش بيدرس كويس ومش ماشي في دراسته كويس ومش متقدم في دراسته. تمام. رقم اتنين، هو اصلا قال لي ان هو في سنة كذا او في سنة تانية تالتة مثلا، وهو اكتشفت بعد كده ان هو اصلا داخل كان اتفصل وبيعيد سنة اولى، ومنهم كان ناس كانت بتعيد تحضيري. الحاجة التالتة انه كانوا كلهم، كل اللي انا اتواصلت معاهم كلهم في جامعات تعبانة، بيسكوف واوليانوفسك وكيروف وبيتاجورسك كانت الدنيا مش يعني ما كانتش واضحة، والناس ما كانتش بتتكلم بصدق وما كانوش بيوضحوا الدنيا. كان بالنسبة لي انه انا يعني انا داخل الجروبات بدور على حد في سنة خامسة وسنة ستة، لان انا عارف الناس دي بتبقى تقيلة وبتبقى خلاص استوت في الكلية وخدت الطريحة كاملة، فيبقوا عارفين عندهم خبرة اكتر من اي طالب، اكتر من بتاع سنة اولى وتانية وتالتة. للأسف ما كنتش بلاقي حد خالص في سنة خمسة ولا سنة رابعة ولا سنة خمسة ولا سنة ستة. كان عددهم قليلة جدا جدا جدا، وكانوا يمكن تقريبا ما كانوش على السوشيال ميديا وما كانوش موجودين في جروبات، وبالتالي كانت الدنيا عايمة. فكنت بتاخد معلومة من طالب أصلا هو أصغر مني سنا بكتير وبيحاول يخدعني وبيحاول يتلاعب عليا والكلام ده. لدرجة إنه أنا الحمد لله جيت على، المفروض إنه حد كان قال لي على فولجا جراد، وفعلا جيت على فولجا جراد لقيتها مش فولجا جراد أصلا، لقيتها جامعة تانية. واتصدمت يعني وزعلت من نفسي إن أنا إزاي أتغفل التغفيلة دي، بس حصل. تمام. عشان أنا دولة أنا مش عارف فيها ومش عارف اللغة بتاعتها والكلام ده. لكن ما علينا. هو ده اللي كان حاصل وقتها. ما كانش في حد، ما كانش في فيديو يفهمني ازاي اعرف الجامعة دي كويسة، او فيديوهات بتتكلم عن مثلا جامعات موسكو، جامعات بيتر. دلوقتي الناس بدأت تتكلم، لما بدأنا نتكلم ونشرح تفاصيل الجامعات والكلام ده، في ناس تانية كويسة بدأت تظهر وبدأت تتكلم وتشرح وتقول ميزة الجامعة دي وميزة الجامعة دي. كل الحاجات دي كلها اعتقد انها بتقلل فرص الضياع بالنسبه لك، الضياع اللي احنا شفناه. يعني انا جاي على جامعه تحت ضعيفه، واضطريت ان انا اللي جامعه تانية عشان اقدر اطلع منها الجامعه مثلا زي بافلوف. فانت بالنسبه لك المفروض ان انت ما تاخدش التجربه اللي انا خضتها. يعني اللي بيسالني يقول لي انت بادئ من جامعه ضعيفه ووصلت مثلا لبافلوف، طب انا عايز اعمل زيك. لا غلط والله. يعني انا الدنيا مشت معايا، ممكن ده توفيق من ربنا، لكن ممكن ما تمشيش معاك، وبنسبه كبيره مش هتمشي معاك زي ما مشت معايا. لانه المفروض انك تتعلم من خبرة اللي قدامك.
مش اقلد اللي قدامي في طريقه وفي مشاكله المصاعب اللي قابلها. مش صح كده. انت المفروض تاخد الخلاصة. هو بيقول لك الجامعة دي كويسة، يبقى الجامعة دي فعلا كويسة. انا لما بتكلم الناس اللي بتنتقد عشان بس في جامعات انا بقول عليها ضعيفة صرف وفي جامعات بهاجمها، لازم تبقى عارف ان انا اصلا كنت في جامعة اقل من الجامعات دي، فعارف الدنيا عاملة ازاي، وطلعت الجامعة اعلى من الجامعات الضعيفة اللي انا بقولك عليها، جامعة متوسطة مثلا، وعرفت انه الجاب اللي بين الجامعتين دول عاملين ازاي. ومش بتكلم انه لا كمثال، لا ده هي اصلا الجامعات الضعيفة ده فعلا مستواها، والجامعات المتوسطة لما اقول لك فعلا دي جامعة متوسطة يبقى دي فعلا جامعة، لان انا درست في دي ودرست في دي ودرست في دي. مش لازم بقى اروح كيروف، ومش لازم اروح تنبوف، ومش لازم اروح استرخي عشان اقول لك الدنيا عامله ده. انا بديك صوره اجمالا. الجامعات دي مشاكلها كتيره، وهتكرهك فيك، هتكرهك في نفسك، وسيستمها مش كويس، وما فيهاش اداره كويسه. فلما اقول لك الجامعه دي ما فيهاش او ابعد عنها، يبقى المفروض تبعد عنها. عايز تجادلني بقى وندخل في نقاش وليه بتقول كده وليه مش بتقول كده، خلاص انت ادخل الجامعه، وبعد كده لما تكبر شويه هتطلع تقول للناس لا ما تدخلوش. وده اللي بيحصل. الطلبه بتدخل تنبوف مثلا وتدخل الجامعات اللي هي زيها، بعد ما يخلصوا سنه اولى يدخلوا على الجروبات ويقعدوا يقولوا للناس لا ما تدخلش ما تجيش، ولما تيجي هتعرف. ما خلاص ما بقاش حد عنده خلق ان هو يشرح تفاصيل والكلام ده. انا بديك الخلاصه. انت بتتلامض وعايز تيجي على جامعه ضعيفه، اهلا وسهلا بيك. النقطه التانية، انا لما بقول الجامعه دي ضعيفه، في عذر ممكن او اللي يخليني ارشح الجامعات الضعيفة دي لحد انه يكون عنده عذر مادي. دي قدرتي المادية. فدي قدرتي المادية، انت يبقى انت لازم تبقى جاي وعارف ومقتنع ان انا جاي على جامعة ضعيفة. الطالب اللي بيدرس في جامعة قنا ولا جامعة جنوب الوادي ولا الجامعات الضعيفة في الجامعات الحكومية في مصر، ما هو عارف ان الجامعة دي ضعيفة، وما بيطلعش يجادل يقول لا ده الجامعة حلوة وجامعة قوية والجامعة مستواها قوي. ما بيجادلش لانه مسلم بالامر الواقع. انا بقول لك امر واقع، عايز تيجي وتعترف بيه، يبقى هتفيد نفسك، لانه ده هيخليك تذاكر وهيخليك تبقى حريص ان انا اتعلم اكتر واتعلم اكتر، وابقى باصص اللي في سيتشنوف واللي في بافلوف واللي في بيرجوف، وعارف الناس دي الدكاتره بتشد عليها، والامتحانات بيتشد عليهم فيها، فبالتالي هيبقى بيذاكر كويس، فانا لازم اذاكر كويس احسن منه عشان لما اتخرج ابقى زيه، يبقى عندي على الاقل المعلومات اللي عنده. ده اللي انا بتكلم فيه. انا بقول لك ضعيفة عشان كده، عشان يا اما تبعد عنها خالص، يا اما لو دي قرارك او دي الجامعة اللي قدرتك المادية تقدر تدخلك فيها، تبقى عارف ان دي جامعة ضعيفة. مش هتدخل بقى معايا في جدال انت عرفت منين، طب انت كنت دخلتها عشان تقول ضعيفة يا عمي. انا ما دخلتهاش وادخلها، وبعد كده انت هتدخل من نفسك بعد كده ترد على الناس تقول لهم ما تجوش، لان ده اللي بيحصل كل سنة. مش كده وبس، ده الناس بعد السنة، بعد ما تقضي فيها سنة، أهليهم بيدخلوا ويتكلموا واحنا مش كناش نعرف واحنا ما شفناش واحنا ما حدش دلنا والناس ضحكت علينا الكلام ده والله، وانت هترجع تقوله. يعني اللي بيجادل معايا ده انت هترجع تقوله. مش معنى ان انا بقول على الجامعة اللي انت بتدرس فيها كطالب انت دي قدرتك المادية مثلا، انه انا بنتقصك. انا مش بنتقصك والله، انا بدي فيدباك عشان الناس اللي داخلة بعدك. لكن انت وارد تكون بتذاكر، وارد تكون افضل مني انا في بافلو مثلا، وارد تكون افضل مني وبتذاكر اكتر مني وبتعمل مجهود اكتر مني ومعلوماتك اكتر مني. انا ده مش معنى خالص ان انا بشتم الجامعة او ان انا بقلل من الجامعة، ان انا بقلل من الطلبة اللي فيها. انا مش بقلل من الطلبة اللي فيها، ووارد وده الاغلب انه الطلبة اللي فيها طلبة مستهترة، وطلبة الجامعة مادام بتسيب فهم سايبين، يعني الجامعة بتسيب عليهم والجامعة متساهلة معاهم، فهم نسيوا الدراسة اصلا، وبقى الموضوع بالنسبة لهم مواعيد امتحانات، بيجي وقت الامتحان يقرا كلمتين ويدخل يهبط قدام الدكتور وخلاص وبيعدي، وده اللي بيحصل. لكن وسط الطلاب اللي مستواهم ضعيف، او وسط الطلاب اللي في جامعات ضعيفة، في طلاب مستواهم قوي جدا جدا، وده ما حدش يقدر ينكره. فلما اقول الجامعة دي ضعيفة انت ما تتحمقش وتدخل، لان انا مش هتمتكش بالاب والام. انا بقول الجامعة دي وحشة. بالمثل برضو انت لو شفت الطلاب مثلا في مصر، طالب القصر العيني عارف، او طالب جامعة هنا عارف ان جامعة القصر العيني اعلى منه، وبالتالي برضه مش هيدخل يقول لا ده انا اعلى من القصر العيني، او لا ما حدش يقلل من جامعة هنا، ولا دي ما حدش يشتمها وما حدش يقلل. ما حدش بيعمل كده. المقصد انه حتة الخلاف بين الجامعات الضعيفة، انا ليه بقول على جامعة وحشة؟
للناس في الجروب عشان الناس تبعد عنها، عشان الناس تبقى عارفة انه دي جامعة مستواها ضعيف وهتتبهدل فيها وهتخوض تجربة وحشة وهتتبهدل وهتتعامل وحش وي وي وي. المساوئ اللي انا بقولها لازم تحطها في اعتبارك. قررت انك تيجي تدرس فيها، تبقى حاطط النقط اللي انا قلتها لك دي في اعتبارك، ولما تيجي تدرس يبقوا نصب عينيك، تبقى عارف انه لا، الجامعة بتاعتي ضعيفة فلازم اشد انا شوية في المذاكرة. ساعتها ده انت لو انت عايز تدرس ولو انت عايز تتعلم ولو انت عايز تكبر من نفسك وتتقدم في مستواك العلمي، ده هيكون توجهك، ودي هتكون وجهة نظرك. في وجهة نظر بقى تانية شايفة ان انا بشتم وبهاجم وي وي، وانت ما ينفعش تعمل وانت ما ينفعش تقول كده، ولا ما تهاجمش جامعتي وانا جامعتي احسن من جامعتك ومش عارف، وندخل بقى في جدال ازلي اصلا هو منتهي اصلا بالتصنيف العالمي. فانت بتجادل في ايه؟ انت بتجادل عشان خلاص انت اصلا بتجادل، انت اصلا عندك وقت فاضي وعمال عمال تدخل في جدال هنا وجدال هنا عشان بس تثبت ان انا لا، انا بدرس في مكان كويس، وانت اصلا ما عندكش مادة علمية وما انتش مهتم بالمادة العلمية. خيم الخلاصة احنا بنصنف الجامعات وبنقول الجامعة دي وحشة، وبنقول اسباب، الاسباب اللي قلنا عليها، اللي استندنا عليها عشان نقول الجامعة دي وحشة، بنشرحها برضه للناس كلها. والجامعات انا عامل بلاي ليست، البلاي ليست هتلاقي الرابط بتاعها موجود في الرابط ده. دي الجامعات اللي لازم تفكر فيها اول حاجة. تمام. طول ما انت عندك قدره ماديه ما ينفعش تطلع بره الجامعات اللي انا حاططها لك في الديسكريبشن دي، في اللينك اللي انا هسيبه في الديسكريبشن دي. وانا حاططها بالترتيب رقم واحد ورقم اتنين ورقم تلاتة، بيزد اون الكيو اس رانكينج والرانكات العالميه اللي مصنفه الجامعات دي، هتلاقيها مصنفاها بالترتيب اللي انا حاططه لك. تمام. ومعظمها او 90% منها جامعات معتمده في المجلس الاعلى للجامعات. الخلاصة، انت وانت جاي تدرس لازم تدور على مكان كويس، ولازم تدور على جامعة كويسة، ولازم تدور على شهادة كويسة، وتكون الجامعة دي معتمدة عشان المشاكل اللي بتحصل، وعشان تبقى مأمن نفسك في أي وقت تقدر تنقل لمصر، وتقدر بأقل الخسائر إنك تحول لمصر. يعني مش مثلا تبقى من جامعة ضعيفة وتيجي تحول تلاقي الجامعة في مصر بتنزلك لسنة أولى وأنت مثلا خلصت كذا سنة. ده اللي احنا بنتكلم فيه. فالدنيا بكل وضوح كده، مش الجامعات كلها ماهيش زي بعضها، ومستوى الجامعات مش زي بعضه، ومش كل المدن زي بعضها. وانت اختيارك للجامعة ده اللي بيترتب عليه انت مسيرتك هتبقى عاملة ازاي في روسيا. يا اما هتتبهدل يا اما هتبقى مرتاح وهتبقى الدنيا حلوة معاك، وهتبقى مادام انت باصص لخبرات الناس اللي حواليك وبتحاول تتجنب المصاعب والمشاكل اللي واجهتهم، اعتقد ان مسيرتك هتبقى كويسة، هتبقى انت كمان مبسوط من الدراسة لو انت دخلت مكان كويس من الاول. غير الطالب اللي بيدخل جامعة ضعيفة وبعد كده يضطر يحول لجامعة اعلى، وبعد كده ما عرفش يحول السنة اللي بعديها ويغير جامعة ومشاكل النقل من مدينة لمدينة. التفاصيل دي كلها انت ممكن تبقى في غنى عنها بحسن اختيارك للجامعة. في جامعات كتيرة هتلاقيها قفلت لو انت لسه طالب في ثانوية عامة ولسه داخل تدور على الجامعات. في جامعات كتيرة من اللي هتلاقيها في الرابط اللي انا حاطه في الديسكريبشن ده هتلاقيها قفلت. لو انت بتاخد رأيي، دور على جامعة من الجامعات اللي مش معتمدة اللي موجودة في الرابط، وبعد كده تحول منها لجامعة معتمدة. او الخيار الافضل من وجهة نظري انك تاخد سنة تحضيرية في جامعة من الجامعات المعتمدة، وما تطلعش وانت بتاخد تحضيري الا لازم تاخد تحضيري يعني في جامعة من الجامعات المعتمدة اللي انت ناوي تدرس فيه. انا عايز ادرس في بافلوف، عندك بافلوف متاح تقدر تاخد فيها تحضيري دلوقتي. عايز مثلا ميتشنكوف، تقدر تاخد تحضيري في ميتشنكوف. عايز الصداقة، خد تحضيري في الصداقة، وهكذا. تمام. ادخل بقى على الرابط وشوف. يعني انا مش عايز اضيع الوقت في تصنيف بقى الجامعات واقعد اقول كل جامعة كويسة وكل جامعة وحشة. ما دون الجامعات دي ما تجيش عليها الا لو انت مضطر، او لو انت عندك مشكلة مادية تدخلك جامعة من الجامعات اللي انا حاططهم في الليست. تمام. ساعتها انت لازم تبقى عارف ان انت جاي على جامعة ضعيفة او جامعة متوسطة ومستواها تعبان الى حد ما، ولازم تبقى انت كعلاج او كسد للنقص اللي انت ممكن تتعرض له، انك تذاكر وانك تجتهد وانك تعوض الكلام ده بمجهود ذاتي.
تقدر تبذله أنت أو تعوّض بيه الفرق بينك وبين أي جامعة تانية. دي كانت سريعًا كان موجز كده أو كانت مقدمة لمجموعة الجامعات اللي أنا حاططها لك في الplay list اللي تقدر تسجّل فيها بكل سهولة إن شاء الله، وتقدر تمشي فيها أو تقدر تبدأ فيها مسيرتك في الدراسة في روسيا وأنت متطمن بدون ما يحصل لك أي مشكلة، وبدون ما تبقى مضطر إنك تنقل من جامعة لجامعة. أتمنى يكون الفيديو مفيد، وأتمنى إنه أكون نوّرت لك كده كذا نقطة حوالين حاجات مهمة ممكن تواجهك أو حاجات مهمة تساعدك إنك تختار بيها جامعة تدرس فيها في روسيا. ختامًا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.